السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة تعلم الفقه الإسلامي. معاكم الطالب الخطاب. عشان تصلي لازم تكون طاهر، وعشان تطوف حول الكعبة لازم تكون طاهر، وعشان تقرأ في المصحف وتمسكه فانت لازم تكون طاهر، وعشان تقف قدام الله سبحانه وتعالى لازم تكون طاهر. حلقتنا النهاردة عن الطهارة، هنتكلم عن كل حاجة عنها وهنفهمها صح وبطريقة سهلة وبكل بساطة بأسلوب الطالب الخطاط. مستعد؟ يلا بينا. الطهارة مفتاح الصلاة، والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار، والطهارة في الاصطلاح أي شرعا هي رفع الحدث وزوال الخبث النجاسة. وأقسام الطهارة نوعين. النوع الأول طهارة معنوية، والنوع الثاني طهارة حسية. الطهارة المعنوية هي طهارة القلب من الشرك والمعاصي، أما الطهارة الحسية فهي طهارة الجسم من الحدث أو الخبث. الحدث نوعين: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر زي الجنابة أو الحيض أو النفاس، وعلاجه الاغتسال. التطهر منه يكون بالاغتسال. أما الحدث الأصغر فزي خروج ريح أو بول، وعلاجه الوضوء، أي التطهر منه يكون بالوضوء. أما تاني نوع في الطهارة الحسية هي زوال الخبث، وهي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. النجاسة زي بول على ملابسك أو دم أو أي شيء نجس على ثيابك أو مكان صلاتك أو جسمك. وطهارة الحدث تختص بالبدن فقط. طهارة الحدث تكون مختصة بالبدن فقط، أما طهارة الخبث فتكون في البدن أو الثوب أو المكان. الوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة وهي النظافة، والوضوء في الاصطلاح أي الشرع استعمال الماء في الأعضاء الأربعة. إيه هي الأعضاء الأربعة؟ الأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. والوضوء واجب على الإنسان المحدث إذا أراد الصلاة أو الطواف أو مس المصحف. والدليل على ذلك قول الحق تعالى في سورة المائدة الآية 6: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقوله: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وفي سؤال مهم جدا يا صديقي بيقول ايه: هل الوضوء يجب على كل من يصلي؟ الإجابة لا. الوضوء يجب على كل مسلم بالغ عاقل يصلي. أما الإنسان أو الطفل اللي مش بلغ فلا حرج عليه إذا صلى بدون وضوء، لأنه لم يبلغ ولم يحاسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه عن الصلاة: علموهم من 7 واضربوهم عليها من 10. يعني من 7 سنين لغاية 10 هو بيتعلم ازاي يصلي. في الفترة دي الطفل ما بيكونش قد بلغ. وبرضو النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: رفع القلم عن 3، ومن ضمن ال3 دول وعن الصبي حتى يحتلم. فالصبي او الطفل وهو لسه ما بلغش لا يحاسب، لا تكون له صحيفة، فهو لما يصلي من غير وضوء فلا حرج عليه. ولكن الأحسن إن أبوه وأمه يعلموه إن هو قبل ما يصلي لازم يتوضأ، عشان يتعلم من 7 سنين لغاية 10 سنين، 3 سنوات. يتعلم في ال3 سنوات دول إن هو ما يصليش مرة من غير وضوء، فيصبح الوضوء بالنسبة له شيء سهل، شيء مش صعب عليه إن هو يعمله. الوضوء يا صديقي له شروط. أول شروط الوضوء الإسلام والعقل والتمييز. التمييز أي البلوغ، فما ينفعش إنسان كافر مجنون غير بالغ إن هو يتوضأ ويصلي وتكون صلاته له صلاة مقبولة. ما ينفعش. الوضوء له شروط، ولازم إن هو يكون مسلم وعاقل وبالغ. وبرضه من ضمن الشروط النية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، ورواه البخاري ومسلم. وفي النية لا يشترط التلفظ بها، يعني إن أنت تقول نويت أن أتوضأ للصلاة، ليس شرط إنك تقول كده لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش شرط إن أنت قبل ما تتوضأ تقول أنا نويت أتوضأ عشان أصلي، مش شرط. قلت ما قلتش، في كلا الحالتين هي ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها. والماء الطاهر، ما ينفعش ان انت تتوضا بماء غير طاهر، ماء غسلت به نجاسة، ما ينفعش. وايضا عشان الوضوء والماء الطاهر لازم ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة من شمع او عجين او طلاء الاظافر عند النساء. والاستجمار او الاستنجاء. والموالاة، الموالاة بأن يكون الوضوء وراء بعضه، يعني غسل العضو عقب العضو الذي قبله مباشرة. وأيضا الترتيب بين أعضاء الوضوء، وغسل جميع الأعضاء الواجب غسلها. فرائض الوضوء أي أعضاء. فرائض الوضوء 6. أول حاجة غسل الوجه بأكمله، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومن ضمن غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من ضمن الوجه. وغسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ومسح الرأس كلها،
مع الأذنين لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فما ينفعش إنك تمسح بعض الرأس وما تمسحش بعضه. وغسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، والترتيب لأن الله سبحانه وتعالى ذكره مرتبا، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى: الوجه، فاليدين، فالرأس، فالرجلين. وكما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره. الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب العضو الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا. ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. واللمعة هي الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الاغتسال. وسؤال حلقتنا النهاردة: من هو الصحابي الملقب بسيف الله المسلول؟ اكتب إجابتك في الكومنتات. لو عندك أي سؤال اكتبه في الكومنتات، يمكن نخصص له حاجة كاملة إن شاء الله. وفي الختام أحب أقول لكم خليكم معانا، هتستفادوا، ومع بعض هنعرف ديننا سوا ونفهمه. سلسلة تعلم الفقه الإسلامي، هنتعلم كل حاجة عن الفقه الإسلامي مع الطالب الخطاط. استنوني في الحلقة الجاية، هنكمل كلامنا عن الوضوء سوا، وهنتكلم عن الاغتسال في سلسلة تعلم الفقه الإسلامي على قناة الطالب الخطاط يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 8 مساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.